لا الصوت في السماعة ما. تفضل يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا بسعد العتيبي، حياك الله. هلا شيخ. هلا والله. يا شيخ أنا رأيت أنا وأبوي الله يرحمه كنا طالعين من الرياض متجهين للشرقية، وفي محطة بنزين وقفنا عندها وعبينا بنزين من المحطة، ثم شرينا قهوة، وكان اللي بقهوة الملك عبد الله. اي بعد ما عبيتوا من المحطة بنزين من قابلتوا؟ في مقهى حق القهوة اللي بالقهوة. اي شرينا منه قهوة طلع الملك عبد الله. نعم حفظه الله. تفضل. اي نعم. واخذنا منه قهوة حسبناه ومشينا. ايوه. انتهت يا سعد؟ اي نعم. تسمع التفسير لان معنا ام نوف من اليمن. ام نوف معنا؟ سعد. اي نعم من قطع الخط. يا سعد من معنا؟ طيب نبي نجاوب سعد ولا ناخذ ام نوف ثم سعد؟ طيب ام نوف عشانها من اليمن ثم نعود لمنامك يا سعد، معليش يعني على الانقطاع يا سعد، ونعود الى ان شاء الله الى منامك. ام نوف من اليمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخي لو سمحت بكلم الشيخ. معك الشيخ انت على الهواء. نعود المنام سعد، كأنك طالع وكذا متجه مع الوالد، معناها بحثك في الحياة. الله أعلم أنك تعاني من أزمة مادية وهي البنزين. البنزين اللي عبيته هذه سيولة مادية بتجيك، يعني إذا كنت موظفة ووظيفة إن كان عندك إشكالية فهو سوف تتحسن، وهو ذهابك دائما ذهاب الحي مع الميت طول عمر للحي، تحسن في وضعه المادي، تحسن في وضعه الاجتماعي. بعض الناس يخاف لما يشوف أنه مع الميت يعني يكون له معاني ليست بحسنة، لا هذا ليس بصحيح. فكونك مع أبوك وأبوك ميت سوف يحيا لك موضوع ميت، يعني موضوع يائس منه يا سعد، سوف يحيا لك موضوع أنت يائس منه وهو ذهابك. كون وجود الملك حفظه الله يدل على الخير، يدل على العطاء، يدل على التمكين في موضوع معين. وكونك تدل على القهوة دائما تأتي بالإنسان بالكيف، فسوف تتكيف إن شاء الله في حياتك. فالإنسان دائما لما يبغى يطلب الكيف أو يطلب كذا يطلب القهوة عفوا. فمعنى القهوة وجود القهوة فهو سوف تتكيف في حياتك، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لك ولجميع المسلمين التوفيق. أي من معنى